السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا عزيزي الجميل. أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8. دي أول حلقة من سلسلة تعالى نفهمها صح. قبل ما تختار أي لابتوب لازم الأول تفهم مكونات كل قطعة بتعمل إيه، وكل اسم من اللي بنشوفه قدامنا معناه إيه. ولما نفهم ده ونجاوب على سؤال واحد مهم جدا، ساعتها بس قرار الشراء هيبقى أسهل بكتير. دلوقتي تعالى نروح لللابتوب نفسه ونغوص جواه ونكتشف اللي بيحصل تحت الغطاء. تعال يا صديقي أعرفك على المكونات الداخلية. لما نبص جوا اللابتوب هنلاقي اللوحة الأم أو بالإنجليزي المذر بورد. دي ببساطة اللوحة اللي كل القطع راكبة عليها ومتوصلة ببعض. البطارية متوصلة باللوحة الأم، وراكب على اللوحة الأم وحدة تخزين، الرامات، المعالج، وكارت الشاشة. البطارية أو الشاحن بيمدوا اللوحة الأم بالطاقة عشان كل القطع تبدأ تشتغل. طيب تعال نتتبع حركة البيانات من أول ما قررت تدوس على زرار التشغيل لحد ما اللابتوب يفتح قدام عشان نفهم وظيفة كل قطعة. المرحلة الأولى تشغيل. أول ما تدوس على زرار التشغيل طاقة توصل للوحة الأم، المعالج يبدأ يشتغل ويطلب نظام التشغيل من وحدة التخزين. المرحلة الثانية من التخزين للرامات. نظام التشغيل اللي متخزن على وحدة التخزين بيبدأ يتحمل في الرامات عشان الرامات هي مساحة الشغل بتاعة المعالج. المرحلة الثالثة من الرامات للمعالج. المعالج بياخد البيانات من الرامات ويبدأ ينفذ الأوامر خطوة بخطوة لحد ما الويندوز يفتح قدام. المرحلة الرابعة الصورة. لو في صورة أو فيديو المعالج يبعت بيانات الجرافيك لكارت الشاشة، وكارت الشاشة عنده ذاكرة خاصة به اسمها فيديو ميموري، وهو المسؤول عن معالجة الجرافيك. مش الفيديو ميموري، كارت الشاشة هو المسؤول عن معالجة الجرافيك. وبعد كده الصورة تظهر قدامك على الشاشة. تمام كده يا صديقي، عرفنا الصورة بشكل بسيط. عرفنا ان المعالج وظيفته يعالج البيانات وينظم كل اللي بيحصل جوه اللابتوب. وعرفنا ان الرامات هي مساحة الشغل المؤقتة اللي المعالج بيشتغل عليها عشان كل حاجة تبقى سريعة ولحظية. طيب يعني ايه مؤقتة؟ يعني ايه مساحة الشغل المؤقتة؟ تخيل معايا ان وحدة التخزين زي مكتبة كبيرة، والرامات زي المكتب اللي قدامك او الترابيزة. بس الكتاب اللي بتذاكر فيه دلوقتي بتاخده من المكتبة وتحطه على المكتب او الترابيزة. اول ما تخلص وترجعه مكانه المكتب يفضى لكتاب تاني. نفس الفكرة هنا، البيانات بتطلع من التخزين وتقعد في الرامات طول ما انت شغال عليه. اول ما تقفل البرنامج او تقفل اللابتوب البيانات دي بتتمسح من الرامات، عشان كده اسمها مساحة مؤقتة. عرفنا كمان ان كارت الشاشة هو المسؤول عن اي جرافيك يظهر قدامك من صورة او فيديو، او لو شغلت لعبة او اي حركة على الشاشة عموما. وكمان عرفنا ان في رامات للمعالج وفي رامات خاصة بكارت الشاشة. رامات كارت الشاشة دي اسمها فيديو ميموري، ودي بتكون موجودة مع كارت الشاشة نفسه، مش حاجة تشتريها لوحدها. تمام كده فصل المكونات خلص. تعال بقى نروح لفصل تاني، فصل المسميات اللي عامله لنا عقدة دلوقتي. يعني ايه اي 5؟ يعني ايه ار تي اكس؟ يعني ايه دي دي ار 5؟ ايه ده كله؟ وايه الفرق بين كل ده؟ ما تقلقش هنفكها واحدة واحدة وببساطة. بس الاول تعال احكي لك حكاية. كان يا مكان في سالف هذا العصر والاوان 3 شركات، انتل، انفيديا، واي ام دي. كل اسم من الاسماء اللي بنشوفها قدامنا، اي 5، ار تي اكس، رايزن، الحاجات دي كلها بترجع للشركة من دول. فدلوقتي نفهم كل شركة بتعمل ايه. خلينا نبدأ بانتل. انتل يا صديقي بتصنع المعالجات وكمان بتعمل كروت شاشة مدمجة. كارت الشاشة عموما في نوعين، مدمج وده بيكون جوه المعالج نفسه، ومنفصل وده بيكون قطعة لوحدها. الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة، الاتنين مسؤولين عن معالجة الصورة والجرافيك، بس الفرق الحقيقي هنا بيكون في القوة. الكارت المدمج أداؤه مناسب للاستخدامات البسيطة زي تصفح اليوتيوب، تعديل صور أو مونتاج بسيط. أما كارت الشاشة المنفصل فده مخصص للاستخدامات الثقيلة زي الألعاب القوية، المونتاج الاحترافي، والتصميم والريندر. خلصنا انتل، تعال بقى نروح للشركة الثانية، انفيديا. انفيديا يا صديقي متخصصة في كروت الشاشة المنفصلة. أما الشركة الثالثة اي ام دي فتعمل كل معالجات وكروت شاشة سواء مدمجة أو منفصلة. كده حكاية الشركات الثلاثة خلصوا وعرفنا كل شركة مسؤولة عن ايه. تعال بقى نرجع للمسميات ونرجع لمعالجات انتل. خلينا ناخد مثال واقعي. لما تفتح تدور على اي لابتوب مواصفات المعالج بتبان كده. تعال ناخدها واحدة واحدة ونبدأ ب i7 14700 اتش اكس. تعال نشوفها زي ما المفروض تتشاف. i7 دي بتدل على فئة المعالج، عشان عندنا معالجات تانية غير الاي 7. عندنا اي 5 دي فئة متوسطة،
عندنا i7 ودي فئة أعلى، وعندنا i9 ودي أعلى فئة في السلسلة. بعد كده 14 ده جيل المعالج، يعني ده الجيل الرابع عشر. كل جيل جديد بيبقى فيه تحسينات في الأداء واستهلاك الطاقة عن اللي قبل. عندنا مثلا معالجات i7 13 i7 12، دي كلها أجيال قبل الجيل ال 14. يجي بعد 14 رقم 700، ده رقم بيدل على مستوى الأداء جوه نفس الفئة والجيل. يعني i7 14 700 أقوى من i7 14 500 مثلا. نيجي بقى للحروف HX. الحروف دي بتحدد فئة الأداء واستهلاك الطاقة، عشان احنا عندنا غير HX عندنا H و U. HX معناها معالج موجه للأداء العالي في اللابتوبات الكبيرة، بيستهلك طاقة أعلى وبيقدم أداء أعلى. أما حرف ال H برضو أداء عالي بس أقل شوية مع استهلاك طاقة أقل شوية. أما حرف ال U فده موجه للأجهزة الخفيفة اللي بتركز على البطارية واستهلاك طاقة أقل، فبيقدم أداء أقل بكتير مع استهلاك طاقة أقل برضو بكتير. طيب هل الجيل ال 14 هو آخر أجيال معالجات انتل؟ لا يا صديقي، انتل بدأت تطلق معالجات أحدث، بس المرة دي حصل تغيير بسيط في الاسم. بدل ما كانت كور i5 أو i7 بقى عندنا اسم جديد وهو انتل كور الترا. زي مثلا خلينا ناخد مثلا معالج الترا 7 255 اتش اكس، وده يعتبر الجيل الاحدث من معالجات انتل. ليه انا شرحت المسمى القديم الاول؟ عشان في لسه لابتوبات كتير جدا في السوق شغاله بالجيل 13 والجيل 14 وقبله كمان، وحتى لو بتشتري في 2026 تلاقي المسميات دي موجوده قدامك عادي. المهم مش تحفظ الاسم، المهم تفهم الفكره، والفكره هيها يا صديقي. عندنا الترا 5 الترا 7 والترا 9، دي فئة المعالج زي i5 i7 واي9. اما الرقم اللي بعده 255، اول رقم بيدل على الجيل، يعني 2 هنا معناها الجيل الثاني من معالجات كور الترا. الرقمين اللي بعده بيدلوا على مستوى الاداء جوه نفس الفئة. والحروف في الاخر HX او H او U لسه برضو بتحدد استهلاك الطاقة ونوع الاداء. الاسم اتغير بس طريقة الفهم واحد. طيب نروح للي بعد 20C. الحرف C هنا اختصار لكلمة كور، يعني الأنوية. المعالج يا صديقي مش قطعة واحدة بتعالج كل حاجة، هو متقسم جوه لأنوية، وكل نواة تقدر تعالج جزء من البيانات. يعني بدل ما يبقى عندك عقل واحد بيشتغل، بقى عندك 20 عقل صغير بيقسموا الشغل ما بينهم، بس مش كلهم نفس القوة. انتل هنا مقسماهم لنوعين: أنوية أداء وأنوية كفاءة، اللي هي البي كور والإي كور. المعالج بتاعنا فيه 8 أنوية أداء و12 نواة كفاءة. أنوية الأداء مخصصة للمهام الثقيلة زي الألعاب أو المونتاج أو الريندر، أما أنوية الكفاءة فاستهلاكها للطاقة بيكون أقل، ومخصصة للمهام البسيطة زي التصفح والبرامج اللي شغالة في الخلفية. يعني المعالج بقى ذكي، يوزع الشغل حسب الحاجة، مش بيستخدم قوته كلها طول الوقت. بعد كده مكتوب 28 تي. الحرف تي هنا اختصار لكلمة threads، يعني مسارات معالجة أو مسارات بيانات. ببساطة لو الأنوية هي العقول الصغيرة اللي جوه المعالج، فالثريدز هنا هي المسارات اللي البيانات بتمشي فيها علشان توصل لكل نواة. قول لي طب احنا عندنا 20 نواة بس عندنا 28 مسار، 8 مسارات الزيادة دمت جم مني؟ ده يا صديقي بسبب تقنية من انتل اسمها هايبر ثريدنج، والتقنية دي بتشتغل مع أنوية الأداء البي كور، وبتخلي النواة الواحدة تقدر تعامل مع مسارين بدل مسار واحد. يعني عندنا 8 أنوية أداء، كل واحدة بتتعامل مع مسارين اتنين، يبقى 8 في 2 بيساوي 16 مسار. أما أنوية الكفاءة فدي بتتعامل مع مسار واحد، ف 12 نواة يساوي 12 مسار، وبكده المجموع يبقى 28 مسار بينات. والتقنية دي بتفرق في الشغل الثقيل زي الريندر، المونتاج، أو لما تفتح برامج كتير مع بعض. نروح بقى للي بعده. الأرقام دي بتدل على سرعة الأنوية، ووحدة القياس هنا المستخدمة هي بالجيجا هرتز، واختصارها GHz، وده المقياس اللي بنقيس بيه سرعة أنوية المعالج. كل ما الرقم يزيد كل ما النواة تقدر تنفذ عمليات أكتر في الثانية. أنوية الأداء هنا سرعتها الأساسية 2.1 جيجا هرتز، وأقصى سرعة ممكن توصل لها النواة الواحدة تحت الضغط هي 5.5 جيجا هرتز. ونفس الفكرة مع أنوية الكفاءة، سرعتها الأساسية 1.5، وأقصى سرعة توصل لها تحت الضغط هي
3.9، لكن السرعة دي ماهيش ثابتة. المعالج بيرفع ويقلل السرعة حسب الحمل عليه. لو بتتصفح بس مش هيشتغل على أعلى سرعة، لكن لو فتحت لعبة تقيلة أو برنامج مونتاج ساعتها يرفع السرعة تلقائيا. تمام. آخر رقم عندنا هنا 33 ميجا بايت. الرقم ده بيدل على حاجة اسمها الكاش في المعالج. الكاش يا صديقي هي ذاكرة صغيرة جدا وسريعة جدا موجودة جوه المعالج نفسه. طيب ليه المعالج محتاج ذاكرة جواه وهو عنده رامات أصلا؟ لأن الكاش أسرع من الرامات. المعالج بيحط فيه البيانات اللي بيستخدمها كتير بدل ما كل مرة يرجع يجيبها من الرامات. يعني في الألعاب مثلا حسابات الفيزياء اللي بتتكرر أو تعليمات بتتنفذ حرفيا في كل فريم، المعالج يحتفظ بيها قريبة منه عشان التفاعل يبقى لحظي. وفي البرامج أجزاء من الكود اللي بتتكرر كتير تفضل موجودة في الكاش علشان التنفيذ يبقى أسرع. فكل ما حجم الكاش يكون أكبر كل ما المعالج يقدر يحتفظ ببيانات أكتر قريبة منه، وده يساعد في تحسين الأداء خصوصا في المهام المتكررة. طيب 33 ميجا بايت، هل ده رقم كبير ولا لا؟ بالنسبة لمعالجات اللابتوبات أيوه ده رقم كبير جدا. معالجات الفئات المتوسطة ممكن تلاقي الكاش فيها 12 16 أو 24 ميجا بايت. فلما توصل ل 33 ده معناه إن المعالج موجه لأداء عالي. كل ما الكاش يكبر كل ما المعالج يقدر يحتفظ ببيانات أكتر قريبة منه، وده يحسن الأداء خصوصا زي ما قلنا في الألعاب والشغل التقيل. كده خلصنا فصل معالجات انتل. تعال بقى نروح لانفيديا ونشوف كارت الشاشة. لما ننزل في المواصفات هنلاقي مكتوب كده، تعال ناخدها واحدة واحدة. جي فورس ده اسم السلسلة الموجهة للمستخدم الطبيعي اللي هو أنا وأنت. أما RTX فده فئة الكارت، لأن الثلاث حروف دي بترمز لتقنية تتبع الأشعة الري تريسنج، عشان كان عندنا كروت قديمة اسمها GTX والكروت دي ما كانش فيها التقنية دي. أما بقى 5060 ده يا صديقي نفس فكرة المعالج ولازم تشوفها كتالي. الرقم الأول 5 ده الجيل، يعني سلسلة 5000، عشان كان عندنا قبله جيل 4000 و 3000. أما الرقمين اللي بعده 60 فده بيرمز لفئة الكارت جوه نفس الجيل، عشان أول فئة في جيل ال 5000 هي RTX 5050، وبعده 5060 5070 ونطلع للوحوش 5080 والوحش الأكبر 5090. وكل ما طلعت فئة أداء الكارت طبيعي بيكون أعلى. بعد كده يجي 8 جيجا بايت GDDR7، ده يا صديقي الرام اللي موجود في كارت الشاشة واسمها فيديو ميموري أو الاختصار بتاعها في رام. 8 جيجا بايت دي سعة الرامات، وجيجا بايت ده مقياس الحجم المستخدم. أما GDDR7 فده نوع الذاكرة المستخدمة في رامات الكارت، وده أحدث نوع حاليا، وقبله كان عندنا GDDR6. بعد كده المقطع ده بيرمز لسرعة الكارت، تحديدا أقصى سرعة ممكن يوصل لها الكارت تحت الضغط، ووحدة القياس المستخدمة هنا هي الميجا هرتز. بعده يجي 100 واط تي جي بي، وتي جي بي هنا اختصار لتوتال جرافيك باور، بالعربي إجمالي طاقة للكارت يقدر يستهلكها، وده بيحدد قدرته في معالجة الجرافيك. يعني ممكن نفس الكارت لكن باستهلاك طاقة أعلى يدي أداء أفضل والعكس، بس مش دايما الفرق بيكون كبير. بعد كده يجي لنا اي اي توبس 572. ده بقى الكلمة دي اي اي توبس دي حاجة خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي زي الدي ال اس اس والفريم جنريشن مع انفيديا، وده اللي بيحدد قدرة الكارت في تنفيذ التقنيات دي اللي بتساعد في تحسين الأداء. وكلمة توبس ترمز لتيرا اوبريشن بير سكند، أو بالعربي عدد التريليونات من العمليات في الثانية. حاجة وحشة أوي إنك تبقى ألدغ في الراء. خلينا نكمل بقى. كل فئة أعلى بتكون قدرتها في التقنيات دي أعلى عشان الرقم ده بيكون أكبر، وأقصد بالفئة زي 5050 5060 5070 الفئات دي. المفروض دلوقتي نخش على AMD ونشرح المعالجات بتاعها وكروت الشاشة، وبعدين نخش على الرامات والتخزين والشاشة، بس نخلي ده كله لجزء تاني عشان AMD عالم لوحده ويستاهل شرح كامل.
والفيديو هيطول قوي لو كملنا باقي القطع. دلوقتي بعد ما فهمنا كل قطعة في اللابتوب ايه وظيفتها، شرحنا مسميات المعالج وكارت الشاشة، تعال نروح للسؤال اللي هيخلي الاختيارات قدامك أقل ويخلي قرار الشراء أسهل بكتير. السؤال ده ببساطة هو انت هتستخدم اللابتوب في ايه؟ قبل ما تخش تدور على اي لابتوب، اقعد مع نفسك دقيقة واسأل نفسك انا هعمل ايه بالجهاز ده؟ هل دراسة وتعلم ولا ألعاب ولا شغل ولا الاتنين مع بعض؟ هلعب وهشتغل على الجهاز، وإيه الحاجات اللي تركز عليها في كل استخدام؟ ده كله هيبقى في جزء تاني من السلسلة. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. الحلقة دي فعلا خدت وقت ومجهود كبير عشان توصل لك بالشكل ده، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو حابب تكون عزيزي الجميل. ولو في حاجة لسه مش واضحة من اللي احنا شرحناه اكتبها تحت في الكومنتات ونفهمها صح في الفيديوهات الجاية من السلسلة. أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8.